6 أخطاء لو مخدتش بالك منهم في امتحان الفيزياء حرفيا هيدمروك، وأهمهم الخطأ رقم 4. مبدئيا كده لو مراكم أي صلاة عليك أو أي فرد عليك قوم صليها وتعالى اسمع الفيديو عشان يحصل حاجة. يلا بينا متنسيش تصلوا بينا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا بينا. بص بقى، الخطأ الأول هو الخطأ الثقة الزيادة عن اللزوم. يعني إيه الثقة الزيادة عن اللزوم؟ أنا دلوقتي رايح الامتحان ورايح امتحان اللغة، ركبت المواصلات نزلت ورايح الامتحان داخل أنا واثق وثيقة زيادة عن اللزوم إن أنا مقفل في امتحان الفيزياء، وأنا جاي داخل امتحان الفيزياء البس ثقة زيادة عن اللزوم مش عارف أحل. ليه؟ عشان أنت واثق ثقة زيادة عن اللزوم وخليت ده على حساب مذاكرتك. يعني أنا مش هراجع، أنا مش مراجع، أنا واثق من نفسي ثقة زيادة عن اللزوم وخليتها على حساب مذاكرتك. فالحل بتاعها بلاش 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 الثقة الزيادة عن اللزوم في الامتحان بالذات. الخطأ التاني ومهم جدا خد بالك عشان وضع الامتحان بيحب يلعب عليه، يعني هو خطأ نسيان تحويل الوحدات. تحل السؤال وكل حاجة وزي الفل، والفكرة ان انت بتجيب الإجابة بالوحدة كذا، بيكون حاططلك في الاختيارات وهو عايزها بوحدة تانية. شفت؟ وده الامتحان بيلعب على التكة دي اللي هو تحويل الوحدات. فبالله عليك ما تنساش تحول وحدات في الامتحان، وركز في السؤال من أول كلمة لآخر كلمة. الخطأ التالت عندنا بقى هو خطأ عدم قراءة السؤال للآخر. شفت بقى؟ ما تحكمش على الكتاب من غلافه يا صديقي. ان انت لو ما تدرش السؤال للآخر انت هتلبس حرفيا في امتحان ثانوية عامة، في اي امتحان ثانوية عامة. ليه؟ علشان ممكن احط لك كلمة قد كده، كلمة واحدة غير موضع السؤال خالص. يعني ممكن انفي لك السؤال وانت ما خدتش بالك فانت تلبس في الإجابة. فخد بالك خد بالك خد بالك من كلمة تغير السؤال، وركز في الامتحان اقرا من أول حرف لآخر حرف في السؤال، ونفس النظام الإجابات. الخطأ الرابع وأهم خطأ فيهم هو اللي أنا غلطت فيه حرفيا، هو المجادلة مع السؤال. يعني المجادلة مع السؤال، دخلت امتحان ثانوية عامة لبست في أول سؤال ضيعت فيه ربع ساعة. شفت؟ ضيعت وقت قد إيه في أول سؤال، وتاني سؤال كان برضو صعب. فأنا الأسئلة الصعبة جابوها في الأول في النموذج بتاعي، ضيعت معظم الوقت في أول الأسئلة. طب والأسئلة اللي بدرجة أو الأسئلة التانية السهلة عرفت أجيبها الحمد لله. فبلاش تغلط غلطتي عامة، يعني بلاش تتزنق زنقتي. السؤال اللي واقف معاك روح للتاني التالت الرابع، وإن شاء الله ربنا يرزقك وتعرف تحل السؤال ده. تمام. الخطأ الخامس هو كتيب المفاهيم، وما أدراك ما كتيب المفاهيم. معظم الطلاب أي سؤال في الامتحان بيروح لكتيب المفاهيم. طب يا حبيبي، طب وقتك انت تحل كام 40 سؤال تحلهم ازاي؟ كل سؤال تروح لكتيب المفاهيم. طب وقتك يروح فين؟ يا عم بلاش كتيب المفاهيم. انت دلوقتي راجل داخل مذاكر المنهج وحافظ القوانين وكل حاجة. لو واقف معاك قانون واحد تقدر ترجع تشوف في كتيب المفاهيم، مش كل سؤال ترجع لكتيب المفاهيم. طب هنا كان كاتب ايه؟ طب ما الحاجات دي انت مذاكرها وحافظها، اما انت كنت بتعمل طول السنة بتعمل ايه؟ الخطأ السادس واخر خطأ، والخطأ السادس يعتبر خطأ يعني خد بالك منه كويس أوي، عشان معظم طلاب ثانوية عامة والله العظيم بيقعوا فيه. دلوقتي الامتحان مدته 3 ساعات، دلوقتي أول ما ساعة ونص بتعدي معظم الطلاب بيتوتروا. توترت ليه يا حبيبي؟ لو أنت آخر واحد بتمتحن في اللجنة من حقك إن أنت تقعد 3 ساعات كاملين، وأي واحد يوقفك قبل ال3 ساعات أنت ليه تعمل اللي أنت عايزه؟ أنت بتتوتر ليه لما نص الوقت يجي؟ والدوشة والحاجات يا حبيبي، انا قلت لك ازاي تحل موضوع الدوشة ده من دماغك، قلت لك ازاي تتخلص منه، ارجع شوف فيديو على القناة. انما انت تتوتر قبل الامتحان ليه؟ انت معاك 3 ساعات، ساعة ونص عدوا انت توترت. طب والساعة ونص التانيين ده انت توترت، انت كده مش هتلحق تراجع اصلا. فبلاش بلاش بلاش، انا بنصحك اهو، بلاش تتوتر في الامتحان وبلاش التشتت بعد نص الوقت. انت معاك 3 ساعات كاملين مش ساعة ونص. فما لو عايز تقعد 3 ساعات انت تقدر تقعد 3 ساعات كاملين وتراجع فيهم من حقك، مفيش حد يقدر ياخد ورقتك قبل 3 ساعات. فبلاش التوتر قبل 3 ساعات. بالنسبة لل6 اخطاء اللي لازم تاخد بالك منهم في امتحان ثانوية عامة فيزياء. متنساش تحط لنا لايك لو عجبك الفيديو، وتشارك الفيديو مع اصحابك علشان ياخدوا بالهم برضو، وتتابعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.